الجزائري الأرضية والقناة الثالثة. حصة مستقبلك بين يديك اللي هي حصة شبابية. هنا رانا متواجدين بصحراء الجزائر ونرحبوا دائما زميلي سيدي علي راه متواجد معنا. واش راك سيدي علي؟ مساء الخير هنا، مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام. كما قالت امينه رانا هنا في الصحراء من ولايه من ولايات الجزائر. هي ما حبيتش تقول، انا نقول لكم رانا في الغواط. لا ماناش في الغواط. 900 كيلو. لا عندنا بار ما كاش البحر، ماناش نشوفوا في البحر سيدي علي. ماشي 1200 مشينا. بون معليش خليها من بعد تيك نقولوا لهم وين رانا. قالوا لي برك باللي مول في طم الرميله قبل ما تروح. دارك راهي كاع ولا ترمل سيدي علي. طرزت تمام الشمال. معليش نروحوا ديراكتومون لو بروميي سوجي ديالنا اللي هو شاب جزائري نروحوا يتكلم علينا شويه، يتكلم عليه شويه سيدي علي. ايوا امينه، احنا نهضروا لكم على واحد الشاب اللي هو انفيسا في ميدان الفلاحي. هو خريج الجامعه ودار اتفاقيه مع وكاله دعم وتشغيل الشباب باللونساج في ولايه بسكره. راح نشوفوه عنده 6 بيوت بلاستيكيه وعنده حاجات اخرى. كما قلنا راهو يشغل تما في شباب خريجين هما معاه، راهو مستفيد من هذا قرض لونساج مده سنه. نروح نشوفوا واش راهو يخدم طيل السنه مختلف المنتوجات الفلاحيه. حابين نشوفوه ونعاودوا نولوا نشوفوه بصح ما قلتناش وين. في بسكره. نروحوا لبسكره. لما يضع المرء هدفا نصب أعينه سيصل إليه. بشهادة جامعية في تخصص العلوم الفلاحية بالإضافة إلى خبرة ميدانية، استطاع ياسين من تحقيق حلمه وإنشاء مشروع فلاحي مع وكالة دعم وتشغيل الشباب. اختصاص في الجامعة أغرونومي علوم فلاحية. الجامعه وما جامعه هناك؟ جامعة هنا في بسكرة، جامعة محمد خيضر بسكرة. نعم. وكيفاش من بعد جاتك الفكره باش تستثمر؟ يعني انا كنقرا خديت في الجامعه وعندي من بكري انا بكري نخدم في الفلاحه هذه من بكري ميتي قديم تسمى. كي لقيت الاختصاص في الجامعه زدت نفحت فيه بيا. جيت تسمى خديت في الجامعه وزدت تعلمت بزاف حوايج بزاف صوالح. ومن بعد زدت عاونوني جماعه لونساج الله يحفظهم. زدت خرجت البيت هذه انسار كناريان ودوكا نخدمو ثم وخرجت غير العام اللي فات فلاح تاع ميلون صناعي باذنجان. مع كي درت انت كي درت القرض مع لونساج، كيفاش كانت الامور تما؟ كانت سهله؟ رحت المشروع تاعك بيان شافوا سما بسرعه ثم بيان سما نخدم كواغطي نخدم كل نقرا سما كي كملت قرايه عاودت سما خدمت كواغطي وبيان. وكالة دعم وتشغيل الشباب لعبت دورا كبيرا في مساندة ياسين وشباب المنطقة بصفة عامة. منطقة زريبة الواد هي منطقة فلاحية ذات طابع فلاحي، خاصة البيوت البلاستيكية. قامت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بسكرة بتمويل عدة مشاريع في هذه المنطقة. ناخذ كمثال اليوم الشاب المستثمر ياسين ويبدن. هو شاب مستثمر خريج جامعة محمد خيضر تخصص فلاحة. تقدم إلى مصالحنا على مستوى فرعنا بزريبة الواد من أجل التحصل على قرض ثلاثي تمويل. تم استقباله من طرف عمال الوكالة وتوجيهه. استفاد من تكوين مدة 3 أيام يمكنه من التعامل مع جميع الإدارات التي سيمر عليها أثناء تمويله من طرف وكالتنا ومن طرف البنك، بنك الفلاحة والتنمية الريفية. ياسين بدن الآن يشغل مجموعة من الشباب سواء بطريقة دائمة أو بطريقة موسمية. نعتبر ياسين مثال للشباب الجزائري اللي حاب يقهر البطالة ويحاب يعاون أبناء المنطقة تاعو. الميدان الفلاحي وخدمته ليس بالأمر السهل كما يؤكده ياسين. تدي بزاف وقت، راك تبدا من اوت حتى الجوا ماي، تضرب حتى الجوا ماي، تقعد غير 4 شهور تاع الصيف خلاص. تسمى هذوك اللي تتغرس في اوت وما جيت تقلع حتى لافات تاع ماي حتى الجوا. ومن بعد تقلع وتصفي وتعاود تجيب بريباراسيون دو سول، تسمى تجيب كما يقولوا تراكتور يزيد يميلها وتعاود ترقلها وتعاود تنفس شويه الارض وتعاود تخدم من دور جديد تخدم وكل عام كيفاه تسمى. قول لي ياسين فيما يخص البذور ومتوفرين هادو مع حاجه متوفرين هنا في لا كومون تاع مزيرعه. كاين البذور كما هذا باذنجان يسموه الفهد الاسود، وكاين الحار برانس، كاين يسمى كاين انواع، كاين كلش، كاين لي زونغري، كاين دويات، كاين
كلش كاين. انا نشتي كنخدم هذه عام جاي نزيد نحط واحد اختها، وكون نخدم زوج في عام واحد نزيد نحط زوج واحد اخرين، ومن بعد نروح نسلك القرض تاعي. باش كيجيني القرض كيجوني 4 مع بعضهم، يجيني ساهل باش نخلص هنايا. عاونوهم وثاني يطلعوا فيهم خاصة هذا اللي راه مسمى اللي شات يخدم يعاونوا نورمال عادي، تسمى اللي يخدم كما نقولوا الارض اللي دائما يخدموها، الارض دائما يخدموها الحوسي خدمه متوفره كاينه خدمه. خدمة الأرض عمل نبيل، نأمل أن تجني يا ياسين كل سنة أكثر. هذا كان ياسين الشاب الجزائري الطموح اللي حاب يكون نفسه ايضا يشغل شباب جزائري باش يعملوا في مجال الفلاحه وايضا في البلد ديالو اللي فيها الزراعه ديالها كثير متنوعه. سيدي علي قال لك مدير التصوير دير نظرات ديالك. دونك كما قلنا انه ياسين هذا هذا الشاب اللي راهو يطور في نفسه، فوالا هكذا نقدروا نهضروا. دونك شميت مقبله ريحه تكتوكه، ريحه كشمه فلح له طوماطي الحار. حنا ما شفنا والو، بالك انت كشما ياسين دلك تم عرضك على مأدوبة غداء. المهم هو لما استفاد من قرض لونساج بهذوك البيوت البلاستيكيه، واستفاد ايضا من كناريان، هذه الكناريان اللي يستعملوها انا وبيت بلاستيكي كبير كما شفناه في هذا الموضوع. والحمد لله راهو يخدم، راهو يتوسع اكثر، راهو يسوق في مختلف المنتوجات تاعو، وهو راهو حاب التوسعه تما مع وكاله دعم وتشغيل الشباب لونساج، حب يزيد يكبرها اكثر. ولما لا يستفيد باثنين بثلاثه، هو طالما راهو خدام والمشاريع تاعو راهي تكبر، واليد العامله ثاني تزيد، اليد العامله حتما تاعو راهي تزيد ويشغل في شباب المنطقه. كيما الموضوع الثاني اللي راح نشوفوه لا يشغل في الشباب المنطقه دائما في ولايه بسكره اللي هو مصنع تحويل التمور. امينه تحويل التمور، هذا المصنع اللي راهو يسير فيه سرحان والاخت ديالو ايمان والاخ ديالو الثالث، راهم يحافظوا على المصنع تاع العائله، وبذلك راهم يشغلوا شباب وشابات جزائريات كثرتها شابات كما راح نشوفوا في الموضوع ديالنا. راهو يصدر في التمور الجزائريه لالمانيا. نروحوا نشوفوا الموضوع ديالنا ونعاودوا نرجعوا. التمر أو الدقلة من أهم كنوز وثروات الجزائر، وتنفرد ولاية بسكرة بإنتاجها لأجود أنواع التمور الرطبة في العالم. سرحان ابن مدينة الزيبان أصر على المحافظة على مهنة الأجداد وتطويرها وحتى تصديرها للخارج على غرار ألمانيا. ليدي هذه جات سي ليدي تاع خويا هو اللي سلوي كي يو ليدي دو فار اون يونيتي دو دات. واش بدات باسكو هو يليمي لاغريكولتور الفلاحه، il a travaillé dans une unité de date familiale. وكوم سي اون ريجيون تاع تمر بسكره وكل شيء، جات الفكره هذه والحمد لله. بريميرمون دايرين اون بون بوبليسيتي الحمد لله، عندنا بون برودوي، يعني احنا اون ترافاي كيما قلت لك ليكسبورتاسيون دو تو لو مارشي اوروبيان. هما عندهم دي زيكزيجونس وحنا الحمد لله اوني بري يعني بور افرونتي سي زيكزيجونس لا، يعني اوني بيان بريباري اوني بيان فورمي. يعني احنا هذه يعني ما تقلقناش ما تعطلناش كو سوا لو مارشي اوروبيان ولا امريكان ولا غيره ولا الحمد لله. عملية تعليب التمور تحتاج إلى مراحل معينة، بداية من جني التمور من النخيل ثم إلى غرف التبريد إلى مرحلة التعليب والتغليف. نخدموا منتوج، نوعين من المنتوج، كاين تمر اونتيي اللي هو كيما نقولوا تمره كامله بالنوا، وكاين تمر لو دينوايوتي اللي نحوا له النوا. ودرك هذا لونتي اي لو دينوايوتي ثاني يتفرع، كاين اونتي اون برونشيت، كاين عرجون، وكاين دينوايوتي. هذا كاين حب سولون لا دوموند دو كليون، يا اما تمر دينوايوتي وحده ولا فوغي، ويكون فوغي او زاموند
باللوز ولا بالجوز ولا بلا بات داموند. هذو هما المنتوجات اللي نخدموهم احنا، وهذو المنتوجات اللي نخدموهم ثاني يتخدموا في دي ديفير زومبالاج، انواع مختلفه من العلب كما نقولوا. كاين علب 200 200 غرام 200 غرام، كاين 250 غرام، عندنا لو 500 غرام، عندنا 400، كاين ميم حتى لو 9 كيلو دي كارطون تاع 9 كيلو. دوكا سولون لا دوموند دو كليون. هذه المؤسسة الرائدة في مجال تعليب وتغليف التمور بهدف تصديرها، تقوم كذلك بتكوين وتشغيل شباب وشابات المنطقة على هذه المهنة، والتي من شأنها الرقي بالاقتصاد الوطني. ما كانت عندي حتى خبرة، جيت لهنا داروا لي فورماسيون، علموني واحد 3 جور هكا، قعدت 3 جور علموني في سيرتو اللي متربيين في الريف ونايضين مع المنتوج هذا يجوا يخدموا لهنا في مجال التمر. منتوج بلادهم، هما ماذا بينا احنا منتوج بلادنا نخرج برا نلقاوه في الخارج. صافي بليزير منتوج بلادي نلقاه لبرا انا. في تكوينها البنات لازم نعلموهم كيفاش تحلي التمره، كيفاش تخرجي النوا، كيفاش تعمريها، كي تعود فوغي، كيفاش تتحط في لو غافي. نشجعوا شباب باش يخدموا في المنتوج المحلي اللي هو التمر، خاطرش بسكرة راهي معروفة بالتمر وبالنخل، بلاد التمر كيما نقولوا. الوغ ماذا بينا نشجعوا المنتوج المحلي باش تعود فايدة لينا ولبلادنا اوسي. باش يشجعوا المنتوج المحلي يفو ايمي، لازم واحد يعود يحب لو دومان هذا، يعود يحب لو دومان، سي لو سيريو. لازم واحد ما يفشلش، المداومة، باسكو كان دي جون يبداو في دي دومان ويعاودوا يحبسوا ليه ويبدل. لازم هذا يجي مع الوقت، مع فيوريوز ميزيور، مع لو طون يجي يوصل. يعني حنا ثاني قلت لك يعني مرحبا، اللي حب يجي اللي حب يخدم اوني خلينا نستقبلوهم يعني والحمد لله. هي إذن من أجود أنواع التمور في الجزائر والعالم، وذات نوعية رفيعة تجعلها محل طلب في كل بقاع العالم، يقوم بتسويقها شباب رائد في هذا المجال. هذا كان مصنع التمور اللي شفناه واللي راهو يصدر في التمور الجزائريه المحليه لالمانيا. نروحوا نشوفوا موضوع اخر، التمور ثاني ولكن من جهه واحده اخرى. ايوا يا امينه، نقعدوا دائما في بسكره في منطقه طولقه. هذه الخطره راح نشوفوا التمور، انت شفنا تعليب وتصدير تمور، حنا زدنا رحنا شويه اكثر، راح نشوفوا تقطيع التمور من النخله حتى لتعليبها وتصديرها ايضا في هذا الموضوع. الموضوع زيارة إلى مصنع تعليب وتصدير التمور، لكن سنتابع أولاً عملية التقطيع من النخلة وتصنيفها إلى أنواع حتى قبل دخولها المعمل. بعد دخول المعمل تتابع مراحلها حتى التصدير. العمل في التمور يلزمه الخبرة. في أكتوبر تبدا العمليه هذه تاع القطع. عندنا القطاع يطلع عليها كما نقولوا هنا، يقطع في العرجون يهبط من النخله، يشدوا واحد السيد تلقاه لتحت، يعطيه السيد هنا عند الامبالاج، يحطوا هنا في الامبالاج، يقصوا كما نقولوا هنايا، يقصص العرجون، سرجوه يروح المحل، ثم وين يكونوا كما نقولوا هنا الخدامه يسيروا العرجون ينقوه ينظفوه. فيه شيء كما نقولوا هنايا تخدم في الصندوق كما نقولوا شمروخ، وشي في بوايط تاع كيلو ونتاع 2 كيلو. هذا المعمل العائلي الكل يقوم بدوره،
على أحسن حال، كما يوضحه رمزي زنداقي مسير وابن صاحب المصنع. ليسونس في اللغه الانجليزيه، وكي كملت قرايتي حبيت نكمل ندخل في الشركه تاعنا هنايا تاع تصدير التمور. شركه عائليه هنايا، شركه عائليه. حبيت نكمل المسيره تاع جدودي كما نقولوا. حنا بدينا في التمر. حنا كل رانا عائله واحده هنايا، سما الحمد لله اللي نقدرهم معانا، والحمد لله ثاني هنايا يجونا من المناطق كامل باش يخدموا هنايا، يجوا من بلديه سيوان، بلديه شقرون، بلديات الكل تاع طوقا هنايا يجوا يخدموا عندنا والحمد لله. مالفين عندهم خبره من قبل يعني تاع التمر تاع التمر، يخدموا من قبل هكذا يجوا يخدموا عندنا هنا. كاين اخرين ثاني نعلموهم ثاني حنايا، يجوا ما يعرفوش خلاص نعلموهم بشويه 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 نوليو يتعلموا مليح. ايه هذه منتوج بلادنا لازم نخدموها، ثم احنا من قبل وحنا عشنا ثم عايشين في المنطقه تاعنا، المنطقه الصحراويه هذه تميز بالتمر. التعريف بالمنطقة وبالمنتوج من بين أسس المعمل، وككل حرفة أو عمل توجد بعض الصعوبات. عندنا المشاكل تاع التسويق تاعنا، عندنا مشاكل في الترونسبور. في الترونسبور عندنا بار اكزومبل علاش ما يديرولناش هنايا بار اكزومبل انفول سبيسيال تدينا تمر للخارج. نطمح باش نطور منتوج تاع بلادي هنايا وباش نعرف الناس بالمنتوج تاعنا هذا. وكالة دعم وتشغيل الشباب تلعب دورا هام بمرافقة ودعم الشباب الراغبين في دخول هذا المجال ومجالات أخرى. أول شيء نقوم بإعلام الشباب، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الإعفاءات الضريبية اللي تقدمها الوكالة، الامتيازات اللي تقدمها الوكالة. نحثوا الشباب على أنهم يخلقوا مؤسسات مصغرة، ينحيوا الهاجس نتاع الخوف نتاعهم من إنشاء مؤسسات مصغرة، بحيث أنه المؤسسة المصغرة أول شيء الربح ليه هو، مع أنه توفر مناصب شغل ليهم. يعني نحاولوا أنه نبثوا روح المقاولاتية في أوساط الشباب حاملي المشاريع بالتحديد، حاملي شهادات عفوا إن صح التعبير، لأنه حاملي الشهادات هم الأحق بإنشاء مؤسسات مصغرة. يعني كان إقبال كبير، بحيث أنه في 2014 كانت ولاية بسكرة الأولى وطنيا بتمويل 2036 مشروع، يعني احتلت المرتبة الأولى وطنيا في تمويل المشاريع. كان بحكم أنه حوالي 80% من المشاريع كانت فلاحية بحكم خصوصيات المنطقة. الاستثمار في مثل هكذا معامل سيعود حتما بالفائدة على أصحابها وعلى الوطن، خاصة بعد تصديرها. هذا كان الموضوع اللي شفتوه معنا، كل مراحل لتعليب التمر من التقطيع حتى تعليبها مع هذا الشاب الجزائري واللي راهو يخدم ايضا في شباب وشابات جزائريات، وثاني راهو يحب توسعه سيدي علي. ايوه امينه، والحاجه اللي مليحه انها هي مؤسسه عائليه وراهم يدعموا في القطاع الفلاحي بهذا العمل، وهذا العمل الكبير اللي يقوموه من التقطيع حتى التصدير كما قالت امينه. وهكذا نكونوا لحقنا الى نهايه هذا العدد. لحقنا لنهايه هذا العدد، ونشكروا الفرقه التقنيه اللي راهي متواجده معنا، مدير التصوير احمد دراج، ومسؤول الصوت يحيى طلاش، والإضاءة رشيد بالحبشية. ونقول لكم نتلاقاو في عدد آخر مع مواضيع جديدة، وأيضا نزوروا مناطق واحدة أخرى، ونقول لهم برك سؤال اليوم. أما ولاية رانا متواجدين